إزاي نقدر نختار أكلنا من غير ما نعمل دايت قاسي أوي؟ المهم إن إحنا نعرف الأساس، الأصول بتاعة التغذية، إحنا عايزين ناكل من كل حاجة عشان جسمنا ياخد كل الاحتياجات. أسهل طريقة بنقول لازم ناكل كل الألوان، البنفسجي كبنجر والكرنب والأخضر الفاتح الخس والكوسة. طبعا مش هقعد أقول كل الحاجات اللي ألوانها فاتحة، والأخضر الغامق زي السبانخ وجرجير وحاجات تانية، برتقاني في الجزر طبعا والبرتقان. المهم ناخد من كل الألوان. بس في عادة تبقى سيئة شوية، إنه أول ما واحد عايز يخس يقول مش هاكل نشوي خالص، مش هاكل ولا عيش ولا رز ولا. ممكن نبدل حاجات. العيش فعلا لو العيش أبيض مش هيساعدنا قوي، فناكل العيش البلدي. لو رز أبيض برضه مش هيساعدنا قوي، ناكل بداله فريك. بس لو هناكل فريك أو بليلة أو حاجات مش بيضة أو متكررة، فيبقى برضه الكميات مهمة. يعني مش عشان هاكل فريك أقدر أكل طبق فريك مليان، كل مثلا 3 معالق شوربة فريك، وهزود قوي من الخضار، وهزود قوي من البروتين المفيد. البروتين المفيد اللي هو ما فيهوش دهون مشبعة كتيرة. أزود من السمك، أزود من الفراخ، بس أكون شايلة الجلد بتاعها قبل ما أطبخها مش بعد ما أطبخها. اللحمة هي مهمة طبعا عشان حديد، لكن اللحمة معظم القطع بيبقى الدهن جواها، يعني مش ظاهر لنا، مش شرط يكون ظاهر لنا، بس هو الدهن المشبع. عشان كده دايما بيقولوا نقلل من اللحوم الحمراء. نراجع بسرعة جدا، لازم يبقى طبقنا نصه خضار، ربعه بروتين، ومش شرط يبقى بروتين حيواني. بروتين حيواني كبيض وفراخ وسمك ولحمة، وكمان البروتين البقولي، الفول، الفاصوليا البيضاء، العدس، الأنواع دي. ولازم يبقى عندنا برضو نسبة دهون صحية. فاكرين قلنا الدهون الصحية بتبقى الأفوكادو، المكسرات، سمك السامن، الدهن بتاعه صحي. هيبقى نص الطبق خضروات فاكهة، والربع بروتين والربع نشوي.